ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الكاستر البيتي اللي عملناه قبل كده، كاستر الفانيليا وكاستر الفراوله. هنعمله دلوقتي باحلى طريقه ومن غير لبن. معايا معلقتين كبار من الكاستر على كوبايتين ميه، ومعايا معلقتين من النشا والسكر حسب الرغبه. طبعا انا حطيت نشا عشان النشا فيه قليله في الكميه اللي انا عاملاها، النشا فيه قليله، بس لو هتشربيه شرب كده النشا مظبوطه وكل حاجه مظبوطه، مش هتزودي اي حاجه. وهقلب كده، وطبعا السكر حسب الرغبه، حط السكر انت عايزاه، ربع كوبايه، معلقتين كبار، براحتك. وهسيبه يتقل معايا. طعمه حلو قوي وريحته جميله جدا. اهو تقل معايا. بعد كده هفضيه في القالب زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هعمل مهلبية الفراولة اللي هي بالكاستر برضو اللي احنا عملناه. معلقتين كبار من الكاستر، بس دي على كوباية مية، كوباية مية بس، لان انا الكوبايتين اللي انا عملتهم في الاول كانوا كتار على القالب. فانا دلوقتي عملت كوباية من المية، معلقتين من الكاستر، كاستر الفراولة، معلقة كبيرة نشا. سهل جدا بس طعمه حلو قوي. وهسيبه يبرد خالص، وبعد كده هحطه في التلاجة، والتزيين طبعا حسب الرغبة. وبعد كده هتاكلي احلى مهلبية. طبعا دلوقتي هو لسه سخن، ما بردش قوي، فانت طبعا تسيبيه لما يبرد خالص، هيتقطع معاك، هيبقى حلو قوي. لكن ده لسه يعتبر سخن، ما بردش.